سنة تانية الحلوين، هناخد مع بعض النهاردة تاني درس في العربي. درس القراءة بتاع النهاردة اسمه ايه؟ كلماتي الجميلة. كلماتي الجميلة. تعالى بقى نشوف، اشرح لك الدرس الاول بعد كده نقرأه ونطلع ظواهر اللغوية بتاعته. اول حاجة ان كان في بنوتة اسمها ليلى رايحة المدرسة وكانت معاها شنطة جديدة. راحت سلمى اول ما شافتها راحت قالت لها شنطتك جميلة يا ليلى. راحت ليلى شكرتها قالت لها شكرا لك. وفي اثناء الحصة والحصة شغالة يوسف وقع منه القلم، فليلى طلبت منه ان هي هل تساعده ولا لا، ممكن يقول لها لا. فقالت له تحب ان انا احضر لك القلم، اجيب لك القلم؟ فقال لها اه. فلما جابت له القلم قال لها ايه؟ قال لها شكرا لك يا ليلى. لما المس شافت الكلام ده ان هي حاولت تساعده وهو شكرها، فابتسمت المعلمة وقالت للتلاميذ كلهم ايه؟ ما اجمل كلماتكم. اشكر امهاتكم وابائكم، انا بشكر اهلكم اللي علموكم ان انتوا تقولوا الكلمات الجميله دي، زي كلمة شكرا، آسف، ملابسك جميلة، حقيباتك جميلة، من فضلك. كل دي كلمات جميلة. الكلمات دي بتعمل ايه؟ بتفرح القلوب وبتزين الكلام، بتخلي الكلام جميل شكله حلو، والودن وهي سامعاه كده حاسة ان في حاجة جميلة بتتقال. وراحت بعد كده سألت بقى ايه بقية الطلبة، بتسألنا احنا بقى: وأنتم يا أبنائي ويا بناتي هل تستخدمون هذه الكلمات الجميلة في يومكم؟ تعالى بقى نقرأ. كلماتي الجميلة. كلماتي الجميلة هنا فيها مد بالألف وفيها مد بالياء، والياء دي اسمها ايه؟ ياء ملكية. الجميلة دي لام قمرية وفيها مد بالياء، وهنا آخرها تاء مربوطة. خلاص دي تاء مربوطة. والكلمة دي اسم. خلاص ليه؟ عشان بدأ بألف ولام وآخرها تاء مربوطة. طيب بعد كده عندي كلمة حضرت ليلى اليوم وهي تحمل حقيبتها. حضرت ده فعل ماض، والتاء دي تاء بتدل على المؤنث، ان انا بتكلم على بنت. ليلى اسمها ليلى اليوم، هي ده اسم اشاره، اسم ضمير غائب. تحمل ده فعل مضارع، هي لسه بتحمل اهي. حقيبتها، حقيبتها طالما انا بتكلم على بنت فالكلمه بيبقى اخرها هاء والف. طب احنا هنا لما بنقول حقيبتها، لما اجي اسالك اقول لك هو انا اقصد مين؟ حقيبتها دي حقيبه مين؟ هتقولي حقيبه ليلى. فبدل ما اقول حضرت ليلى اليوم وهي تحمل حقيبه ليلى، لا، فبنقول حقيبتها. خلاص انت فهمت من الجمله ان احنا قصدنا على ليلى. قالت سلمى، قال ده فعل ماضي والتاء بتدل على المؤنث. سلمى ده اسم بنت. حقيبتك جميلة يا ليلى. حقيبتك جميلة يا ليلى. هنا يا ليلى ده أسلوب نداء أخدنا السنة اللي فاتت، يا المنادى وليلى يا أداة النداء وليلى هي المنادى. ابتسمت ليلى، ابتسم ده فعل ماض. وقالت الواو ده حرف عطف. قالت فعل ماض. شكرا يا سلمى. يا سلمى دي ايه؟ أداة نداء. احنا لا ما خدناش المنادى السنة اللي فاتت يا ولاد، هي السنة دي. خلاص. طيب انتوا سنة تانية مش سنة تالتة. في أثناء الحصة يعني في خلال الحصة، يعني والحصة شغالة يبقى أثناء يعني إيه؟ خلال. والهنا كلمة أثناء فيها إيه؟ مد بالألف. وفي ده حرف جر، حرف جر منفصل. في أثناء الحصة سقط، يعني إيه سقط؟ وقع. سقط فعل ماض. قلم يوسف فقالت له ليلى، فاء دي اسمها حرف عطف. قالت فعل ماض. هل تريد أن أحضره لك؟ هل ده أسلوب أداة استفهام، وده كله اسمه أسلوب استفهام. من أول الأداة لحد علامة الاستفهام اسمه أسلوب استفهام. هل دي أداة استفهام. تريد، نرجع تاني، تريد دي فعل مضارع. أن أحضره لك، لك دي نقصد بها مين؟ يوسف. قال يوسف، قال ده فعل ماض. نعم. هل بنرد عليها يا بلا يا بنعم بس. هل يا إما برد عليها بلا أو نعم، الإجابة بتاعتها يا إما لا يا إما نعم. فأخذت ليلى القلم، أخذته يعني خلاص ده فعل ماض. وأعطته له. قال يوسف شكرا لك. ماذا قالت ليلى لسلمى؟ ليلى قالت إيه لسلمى؟ قالت لها شكرا لك. صح كده؟ ابتسمت المعلمة فعل ماض. ابتسم فعل ماض والتاء هنا مقصود بها مؤنث. المعلمة الكلمة دي اسم عشان أولها ألف ولام وآخرها تاء مربوطة. وقالت الواو حرف عطف. قال فعل ماض والتاء مقصود به المؤنث.
للتلاميذ. اللام هنا حرف جر متصل. يعني ايه حرف جر متصل؟ يعني ماسك في الكلمة، غير حرف الجر ده قلنا عليه منفصل. ليه؟ عشان مكتوب لوحده. لكن اللام هنا دخلت مسكت في الكلمة فتبقى حرف جر متصل. ما أجمل كلماتكم. أي حاجة يا ولاد، ما أجمل، ما أروع، ما أحلى، ما أبهى، أي حاجة اسمها ما وبعديها كلمة على وزن أفعل زي أجمل، أشطر، أحسن، وآخرها العلامة دي. العلامة دي اسمها علامة تعجب، واحد كده وتحتي نقطة. يبقى الأسلوب ده اسمه إيه؟ أسلوب تعجب. اسمه إيه؟ أسلوب تعجب. أشكر أمهاتكم وآبائكم لأنهم علموكم كلمات جميلة مثل شكرا، آسف، ملابسك جميلة، من فضلك. هذه الكلمات بتعمل إيه؟ تسعد القلوب. يعني إيه تسعد القلوب؟ تفرح القلوب. يبقى تسعد يعني إيه؟ تفرح. وبتعمل إيه كمان الكلمات دي؟ تزين الكلام. يعني إيه تزين الكلام؟ تجمل الكلام، بتخلي الكلام جميل. وأنتم، أنتم ده ضمير مخاطب، بكلمكم أنتم. يا أبنائي، يا ده أسلوب، ده أداة نداء. لما ماما تقول لك يا عمر، يا مها، يا منى، يبقى يا دي أداة نداء، واللي بيجي بعدها ده المنادى اللي بنادي عليه. يبقى يا ده أداة نداء، اللي بيجي بعدها ده المنادى. هل تستخدمون هذه الكلمات؟ قلنا هل ده أداة استفهام، وآخره أداة علامة استفهام أهو. هل الإجابة بتاعته يا إما أجاوب بنعم يا إما أجاوب بلا. هل تستخدمون هذه الكلمات الجميلة في يومكم؟ ها انتوا بقى ردوا، شوفوا انتوا بتقولوا الكلام ده في يومكم ولا لأ. ماذا قالت المعلمة للتلاميذ؟ قالت لهم إيه؟ قالت لهم ما أجمل كلماتكم. صح؟ أشكر أمهاتكم وآبائكم لأنهم علموكم كلمات جميلة. خلاص؟ طيب تعالى نشوف المعاني بتاعت الدرس. جميلة يعني إيه؟ يعني رائعة. تسعد قلت لك يعني تفرح، بتفرح القلب. سقط يعني وقع. أثناء يعني خلال، في وقت الحصة، خلال أو وقت. تزين يعني تجمل. آسف، أعتذر. آسف يعني إيه؟ أعتذر، أنا بعتذر عن حاجة عملتها فبقول آسف. عكس جميلة، قبيحة. عكس تسعد، تحزن. الكلام ده عكس ما قلنا تسعد يعني تفرح. طب عكس تفرح إيه؟ تزعل، تحزن. عكس ابتسمت، عبست، كشرت. جمع اليوم، الأيام. جمع حقيبة، حقائب، مش حقيبات، حقائب. جمع حصة، حصص. جمع معلمة، معلمات. جمع القلم، الأقلام. مفرد التلاميذ، التلميذ. مفرد آباء، أب. مفرد الكلمات، الكلمة. مفرد القلوب، القلب. مفرد أمهات، أم. السؤال، الأسئلة بقى بتاعتنا بيقول لك من التي حضرت اليوم وماذا كانت تحمل؟ مين اللي حضرت اليوم؟ مش هو في أول الدرس بيقول لك اليوم حضرت؟ مين اللي حضرت؟ ليلى. وكانت تحمل إيه؟ حقيبتها. ماذا قالت سلمى عن حقيبة ليلى؟ قالت لها إيه؟ قالت لها حقيبتك جميلة يا ليلى. طب وليلى ردت قالت إيه؟ قالت شكرا يا سلمى. طب ماذا سقط من يوسف؟ إيه اللي وقع من يوسف؟ قلمه. ماذا عرضت ليلى على يوسف؟ ليلى قالت ليوسف ايه؟ قالت له هل احضر لك قلمك، او عرضت عليه ان تحضر له قلمه. هل وافق يوسف على مساعدة ليلى؟ نعم وافق. ماذا قال يوسف لليلى؟ قال لها ايه عندما اعطته القلم؟ قال لها شكرا لك. من التي كانت تتابع التلاميذ وتبتسم؟ المعلمة. مش هي كانت مركزة معاهم كده وبعد كده ابتسمت لما لقيتهم بيقولوا الكلام الجميل ده؟ ماذا قالت المعلمة للتلاميذ؟ وقالت لهم ايه بقى؟ قالت لهم ما أجمل كلماتكم، الله على كلامكم الجميل. وقلنا ما وبعديها أي حاجة على وزن على الوزن ده، أجمل، أفعل، أحلى، أشطر، أحسن، وآخرها علامة تعجب، يبقى ده اسمه أسلوب تعجب. اسمه أسلوب تعجب. اذكر بعض هنا من الذين علموا التلاميذ الكلمات الجميلة. مين اللي علمهم ان هم يقولوا الكلام الجميل ده؟ آسف وشكرا ومن فضلك وبعد إذنك ولو سمحت. مش ماما وبابا اللي علمونا؟ يبقى الأمهات والآباء. اذكر بعض الكلمات الجميلة التي ذكرتها المعلمة. شكرا، آسف، ملابسك جميلة، من فضلك. دي بعض الكلمات أو الكلمات اللي الميس ذكرتها في الدرس. طب ما فائدة الكلمات الجميلة حسب كلام المعلمة؟ بتعمل إيه؟ تسعد القلوب وتزين الكلام. تسعد القلوب وتزين الكلام. هنا بقى عايزاك بعد ما تقرأ الدرس كويس تعرف لي عدد الشخصيات اللي في الدرس واسم كل شخصية ايه. خلاص؟ طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ يلا نلخص الدرس. هنا ليلى، حضرت ليلى وهي تحمل ايه؟ كانت بتحمل ايه؟ حقيبتها. ابتسمت ليلى وقالت شكرا يا ايه؟ يا سلمى. طب سلمى كانت بتقول ايه؟
قالت حقيبتك مالها؟ جميلة يا ليلى. طب يوسف سقط منه ايه؟ القلم. قال لليلى، قال لها ايه لما ادت له القلم؟ قال لها شكرا لك. المعلمة قالت للتلاميذ ايه؟ ما اجمل ايه؟ ما احلى ايه؟ ما اجمل كلماتكم. خلاص كده يبقى احنا حلينا الدرس، شرحنا الدرس وخدنا المعاني والاسئله بتاعته وكل حاجه عليه والظواهر اللغويه وكل حاجه. خلاص. وده كتاب السندباد، علشان عارفه انكم هتسالوني ده كتاب ايه. ده كتاب السندباد، وان شاء الله مع مس ريهام هبسطها لك.